Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başkan, السيد الرئيس Arap Ligi Genel Sekreteri, أمين عام الجامعة العربية السيد نبيل العربي، saygıdeğer Dışişleri Bakanları, السادة وزراء الخارجية، muhterem kardeşlerim, إخواني الأعزاء، hanımefendiler, beyefendiler, سيداتي سادتي، bölgemizde tarihi gelişmelerin yaşandığı أحييكم بالمحبة وأريد أن أعبر عن سعادتي البالغة لأنني ألتقي بإخوتي الأعزاء في فترة يعيش فيها منطقتنا تطورات تاريخية مهمة. ورحمة الله وبركاته. بهذه الوسيلة أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن شكر البالغ لأخي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية والأمين العام للجامعة العربية السيد نبيل العربي لما قدموه لنا حسن الضيافة لشخصيتي وللهيئة المرافقة لي. نحن الأتراك والعرب منذ مئات السنين مرتبطين بأواصر الأخوة والصداقة، ونحن منذ مئات السنين وأيضا قمنا بإنشاء القيم على نفس الحضارات رغم الأناس الآخرين، ولكننا قمنا بنقل ذلك إلى الأجيال القادمة. ولو حزن أحد منا شعرنا بالحزن، ولو فرح أحد منا فرحنا نحن أيضا. نحن ومن في الماضي واليوم أيضا وفي المستقبل فإننا شعبين تم رسم قدرهما بشكل مشترك، وإن الحزن في قلب جد لم يستطيع نرى بأن هذا الحزن أصبح دمع العين في الرياض وفي المغرب وفي قدس وفي اسطنبول. وإذا يبكي في غزة فإن هذا يجرح قلب الأمة في أنقرة، وأيضا فإن الصوت العالي في القاهرة فهذا الصوت ينعكس في اسطنبول وبحماس. ونحن عنصر مشترك بنفس الجسم، ونحن عائلة كبيرة، وأيضا لأن مشاركة وتبادل الفرح يزيد ومشاركة الأحزان يقل من الحزن. ونحن الآن في نقطة تحول تاريخي نشارك فيه فرحنا وأحزاننا في أعلى مستويات، ونحن نفهم مع بعضنا البعض بشكل جيد أكثر من الماضي، وإننا نرى بالمستقبل بالأمل وبشكل آمن. نحن كالشعب التركي والعربي فإن القوة التي نستمد من بعضنا البعض فإن هذه القوة يجب علينا بأن نعزز صفوفنا، ولو بأننا نتكلم بلغات مختلفة إننا نتقاسم القيم المشتركة، ويجب علينا بأن نكون أصحاب المستقبل، ويجب علينا بأن نكون يجب أن نبذل اهتمام للأجيال القادمة، وهذه من مسؤوليتنا. إخوتي الأعزاء، الحرية، الديمقراطية، حقوق الإنسان، يجب أن يكون كل هذه العناصر شعارنا الموحد لأن مستقبل شعوبنا، ويجب علينا بأن نقول بأن شعوبنا يرى المستقبل بكل أمل. يجب علينا
أن نكسب ذلك بطرق شرعية، وأن الطلبات الشرعية يجب علينا بأن لا نقوم بقمع هذه المطالب الشرعية بالدم وباستعمال القوة، وعندئذ سنرى ذلك في المستقبل بأن هذا العمل هو عمل خاطئ. وأيضا نرى بأن محمد أبو عزيزي الذي لم يكن له أي غاية إلا حماية عربيته وكسب قوته اليومي، قد ذكر للعالم قيمة الكرامة الإنسانية مرة أخرى، وقد جلب نظر العالم أن الكرامة الإنسانية قوت كل الأنظمة السياسية والمناقشات الأمنية، وأن هذا الموقف المشرف إنما هي انعكاس لتقييم حضاري لا يجدها الشعوب. إن المسافة أمامنا مسافة صعبة ومسيرة صعبة، يجب علينا هناك أيضا بعض الجهات تريد دحض ذلك، يجب علينا أن نكون حذرين من ذلك، ولكن يجب أن لا تكون ذلك ذريعة بالنسبة لنا لكي نقوم بتأجيل عملية التسوية. إنني أؤمن من صميم قلبي أن الشعوب العربية الشقيقة سوف يأخذون النتيجة بالخير، ولن يعطوا فرصة لعدم اليقين، ويأخذون ويتوصلون إلى النتيجة بإرادتهم الحرة. يجب أن نكون صادقين للحق والعدالة، فأن نصر الله الذي سينفتح وسيفتح لنا باب العمل يكون مقررا بالنسبة لنا. يجب علينا بدون تأخر إجراء الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأن يكون ذلك متزامنا لتلبية مطالب الشعب المشروعة. ويجب من أجل تحقيق العدالة والحق والأمن والسلام والديمقراطية وتفوق الحقوق، ومن أجل يشمل الجميع علينا أن نقف صامدين في هذه المرحلة التي يكتب فيها التاريخ مجددا، فأنني أحيي هذه الوقفة العربية المشرفة. إن البعض يجب علينا أن لا نفكر بالمصالح مثل البعض، ولكن يجب علينا فإنني أتمنى بأن يتحقق هذا التغيير في المجتمعات العربية، فأن بعض الجهات تقوم بحساب الثروات الطبيعية المخفية في هذه الأراضي، ولكننا لسنا بهذه الفكرة. ولهذا السبب نريد بأن الخطوات التي تبتذل هنا، فإن هذه الخطوات ستؤدي إلى مستقبل مشرف، ويجب أن يكون هناك العقل السليم والعقل المشترك والتضامن، وأن هذه المسيرة يتطلب منا تحقيق ذلك من الأدب والعلوم والفن والصناعة، فأنها إنسان المنطقة الذي وضع ختمه في كل هذه المجالات، ولكنه نرى بأنه ليس في هذه النقطة الآن، ولكن يتطلب علينا لأنه لدينا هذا التراكم والخبرات، يجب أن نعكس ذلك بالإيجاب. وفي هذا الإطار فإن الشعب الليبي وأن نضاله في مجال الاستقلال والحرية وإحراز النصر هناك، أريد أن أعرف بأننا نشعر بالامتنان الكبير من ذلك، وأن بعد الآن فإن المجلس الانتقالي الليبي سيمثل ليبيا في الجامعة العربية، وأن هذا القرار هو قرار مهم ويبعث على الفرح. وأيضا
فأن في الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا فإن المجلس الانتقالي الليبي أيضا سيبدأ بتمثيل ليبيا هناك، لأن المجلس الانتقالي الليبي وأخذ العبر من الماضي ومن أجل عكس الإرادة الليبية الحقيقية. لذلك أننا نؤمن بأن هذا المجلس سيؤدي كل هذه الوظائف بحق الكلمة، ونؤمن بهذا الصميم. إخوتي الأعزاء، نحن كتركيا فإننا لا يمكن أن نتجاهل التطورات في الشرق الأوسط. أنني لا أقول ذلك كأننا جزء من هذه الجغرافيا، وإنما لنا تاريخ مشترك ولنا الأخوة الأبدية، وأن كل تطور في هذه المنطقة، وعندما نرى ذلك كل هذه الديناميات نرى بأن كل هذه التطورات ستؤثر على جغرافيا واسعة جدا. لا يمكن بأن نفكر بالشرق الأوسط كمنطقة على حدها، هذا لا يكون صحيحا. ولهذا السبب فإنه منذ بداية المسيرة فإن التغيير والتحول في المنطقة قمنا بمد يد العون ويد الصداقة، وكان هناك بعض الجهات قد أخذت هذا يد الصداقة منا، ولكن البعض لم يمد يده لنا. ولهذا السبب نحن نواصل وبكل إصرار توصياتنا الصديقة. وبهذه الوسيلة أريد أن أذكركم هذه الحقيقة، فأنه مقابل الطلب الشرعي للشعوب فأن حسابات الخطوات التي نسجلها اليوم فأن الشعوب فقط تستطيع أن تسأل هذه المسؤوليات. وهذا النداء ساري المفعول لكل المنطقة بما في ذلك إسرائيل من جهة فإنها تقوم بتحقيق شرعيتها في منطقتنا، من جهة أخرى أيضا تقوم بتسجيل خطوات غير رصينة غير مسؤولة، وأنها من دون التردد تقوم بسحق الكرامة الإنسانية والحقوق الدولية والقانون الدولي، وأيضا فإنها تقوم بالاعتداء على المواكب الدولية والعسكرية، تقوم بالاعتداء العسكري لهذه المواكب التي تنقل سوى الأغذية والألعاب للأطفال. 9 مواطنين استشهدوا في تلك المياه، وقبل فترة قصيرة 5 من إخوتنا المصريين استشهدوا أيضا، والقيمة هي نفس القيمة بالنسبة لنا، ليس هناك فرق بين تركي ومصري هنا. وأيضا فإن هذه الاعتداءات أيضا تهدد الشعوب والشعب الإسرائيلي بالذات أيضا. هذه هي ذهنية الحكومة الإسرائيلية في الحقيقة، فإنه تم حصار الشعب الإسرائيلي، وأيضا إننا طلبنا الاعتذار وتقديم الضمانة، وأنها تتجاهل وترى بأن نفسها هي تتفوق الحقوق. والنموذج الأخير هو التقرير الذي صدر، تقرير بالمر الذي صدر إثر اعتداء سفينة مرمرة. هذا التقرير مرفوض من قبلنا تماما وليس له أي حكم، فأن هذا التقرير هو أسير الذهنية الإسرائيلية وكأنه لم يكن. أيضا فإننا نرفض كل الجمل التي تتجاهل الحصار المفروض على غزة. أريد أن أقول بشكل خاص فإن الأمم المتحدة وكل الأوساط الدولية فإن
فإنهم لو يقدمون إذا واصلوا تقديم الدعم للممارسات الإسرائيلية المدلعة هذه فإنهم لن سيكونون جزءا من هذه الجريمة. نعم، فإن إسرائيل يجب أن تحترم حقوق الإنسان وأن تكون وتتصرف كأنها دولة عادية. عندئذ فإنها ستتحرر من العزلة. إن تركيا فإن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل فإن الشروط التي طرحتها تركيا لا زالت سارية المفعول. يجب أن تعتذر إسرائيل، يجب أن تعوض عوائل الشهداء، وأيضا يجب عليها أن ترفع الحصار عن غزة، وإلا فإن العلاقات التركية الإسرائيلية سوف لن تكون هناك أي تطبيع في هذه العلاقات. وأيضا فإنه تم تسريب تقرير بالمر، تسريب وبعد هذا التسريب مباشرة مثل ما تعلمون فإن بدأنا بتنفيذ بعض التدابير في علاقاتنا مع إسرائيل. وحسب هذه القرارات فإن العلاقات الدبلوماسية التركية الإسرائيلية انخفضت إلى سكرتير ثاني، إلى مستوى السكرتير الثاني. تم تعليق الاتفاقيات العسكرية بين تركيا وإسرائيل. فإن تركيا التي لها سواحل طويلة في شرق البحر الأبيض المتوسط، ولهذا السبب فإن تركيا ستستطيع أن تتخذ كل التدابير في مجال حرية المناحة في شرق البحر الأبيض المتوسط. أيضا تركيا لا تعترف بالحصار الإسرائيلي على غزة، وإن إسرائيل تفرض الحصار منذ 31 مايو آيار 2010. فإننا نريد إجراء التحقيقات في هذا الشأن، وفي هذا الإطار يجب تحريك جمعية الأمم المتحدة في هذا الصدد. فإنه يجب إننا سنقدم كل الدعم اللازم لكل المبادرات التي تقدمها الذين تضرروا من الهجمات الإسرائيلية، من الاعتداءات الإسرائيلية. ليس فإن الحقوق والقانون الدولي سوف لن يكون في تحت إشراف إسرائيل، ولهذا السبب فإنهم يجب أن يدفعوا ثمن الاعتداءات وثمن الجرائم التي اقترفوها. نحن كتركيا فإنه مقابل كل العمليات فإننا سنعلي صوتنا، ومن أجل عدم بقاء ذلك صامتا فإننا سنواصل تدابيرنا وجهودنا في هذا الصدد. وبهذه الوسيلة فإن الأمين العام للجامعة العربية فإن تدابير أقدم الشكر الجزيل للأمين العام لأنه يقدم الدعم للتدابير التي اتخذناها إزاء علاقاتنا مع إسرائيل. وفي الحقيقة ومن أجل تسجيل ذلك على الصعيد الدولي فإننا سنواصل جهودنا في محكمة العدل الدولية في هذا الصدد. أخوتي الأعزاء، فإنه يريدون يتطلب علينا وأن القضية ثم تعلم أن القضية الفلسطينية قضية رفع كرامة الإنسان، ويتطلب علينا أن نعمل في هذا الصدد. فأن كل الدول التي تساند الإنسانية يجب أن تكون هذه القضية قضية مشتركة للجميع.
وليس أنها مسألة عادية وقضية عادية، فإنها مسألة إنسانية بحتة بالإضافة إلى كونها مسألة بين الدول، بين فلسطين والإسرائيليين. ومن ناحية السلام العالمي أيضا فإنها قضية تعين قضية مهمة جدا، وأن إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في قلب هذه المنطقة، أعتقد بأن هذه القضية الآن قد اجتازت هذه الحدود وأصبحت قضية عالمية. غزة عندما تصبح في هذا الوضع فإن قضية إسرائيل وفلسطين قد اجتاحت أبعادها وأصبحت قضية تعيين مشروعية في النظام الدولي. ولهذا السبب فإن استمرار الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر هذا الوضع عن طريق الظلم وعن طريق ممارسة السياسة في هذا الصدد، ولهذا السبب في النهاية فإنهم سيخسرون وسيخسرون. أن المسألة هي واضحة جدا، فإن أخوتنا الفلسطينيين يجب عليهم أن يعلنوا دولتهم المستقلة، ولهذا السبب فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية فإن هذا هو الطريق الصحيح أمامنا. هذا ليس خيار وإنما ضرورة، وأن الشعب الفلسطيني وأن نضاله المشروع إننا سنقوم معا جميعا بدعم هذه القضية العادلة بإذن من الله. فأن قبل نهاية هذا الشهر في الأمم المتحدة فإننا سنجد فرصة وسنرى فلسطين في وضع مختلف جدا، وهذه الغاية يجب علينا أن نكون يدا بيد مع أخوتنا الفلسطينيين، وأن نكون عازمين وحازمين في أعمالنا المشتركة، وقد حان الوقت لكي يرفرف علم مميز في غزة، ويجب أن يرفرف العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة. تعالوا لنرفع علم فلسطين خلال فترة قصيرة، لنرفع هذا العلم. تعالوا لنرفع علم فلسطين إلى السماء، وليكون هذا العلم رمزا للعدالة والسلام في الشرق الأوسط. تعالوا لندعم مجيء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وبهذه الأحاسيس القلبية أتمنى أن يتكلل اجتماعكم بنجاح، وأن تأخذون نتائج طيبة للعالم ولمنطقتنا. أحييكم جميعا. شكرا لكم، شكرا مرة أخرى لكم، وفي أمان الله. شكرا دولة الرئيس. والآن في درع الجامعة سيقدم من الأمين العام